المهم ضلت اني انا احكي على جميله ابو حريد واحمد بن بيلا، وكنت اقول الابطال اثروا فينا كثير نحن كجيل. ودائما كنت اكتب انه الجزائر والجزائر والجزائر، انه هي يعني انا لما بقول قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات، انه حتى نشيدهم نحن كان النشيد الثاني بمدارسنا. نقول النشيد العربي السوري والنشيد العربي الجزائري. طبعا. ففي شيء. فاول مره رحت على الجزائر حسيت اني انا عم بطأ ارض بطولات مراهقتي. يا تكويني التكوين تبعي. وبعدين صرت روح كثير. واكثر بلد تكرمت فيها هي الجزائر، مسرح، سينما، تلفزيون، اذاعه، شو بدك يعني. طبعا. اخر تكريم هلا كان بوهران. ايوه نعرف كثير. وعندي لما بقول حائط انه من الجزائر، يمكن في ناس ما يصدقوا، صدقيني. عندك ايه؟ انه عندي حائط في لوحات تكريمات من الجزائر. المغرب احتل الصحراء الغربية، كان له أهل الصحراء الغربية، له بشر، أمة عايشة هناك، مستعمرة من أسبانيا 120 سنة، وقاوموا الاستعمار. وبعد ما طردوا الاستعمار وماتوا منهم شهداء، والمغرب كانوا يتفرجون عليهم وهم يقاومون، طردوا المستعمر. عام 1975 قريب، ما لها 40 سنة تقريبا، طردتهم للمستعمر. اللي قاوموا حيين لها الحين وفي عز صحتهم. ولما طردوا المستعمر الاسباني، جت المغرب وموريتانيا واحتلتهم. انا لله وانا اليه راجعون. والمغرب نقول الملك امير المؤمنين محمد، ما ادري ليش يسمي نفسه امير المؤمنين. والله امير مؤمنين، احنا في هالعصر واحد يسمي نفسه امير مؤمنين. امير مؤمنين على المغرب ولا على العالم؟ المفروض الملك، انه المغرب ما تستحق يصير امير مؤمنين وين كله مراقص وبارات، حانات خمر، وبلد ما يدل ان يحكمها واحد امير مؤمنين. امير مؤمنين مساجد، هناك تيجي تدور المسجد تشوف وين المسجد، ما تشوف مسجد، اللي تشوف مرقص، فندق فيه مرقص وخراب وبارات. المساجد، المراقص اكثر من المساجد هناك، فكيف تصير امير مؤمنين؟ عليه انه يراجع المسمى ثاني مرة، ولا يقول أمير مؤمنين. مثل خليفة المسلمين أردوغان ذا، استغفر الله، هذه يسمونه خليفة المسلمين. وتركيا يقولون ان انا ما اسافر لهالبلاد هذه كلها، لكن يقولون ان هناك ما تطلع على مومس او شاذ، ويقولون بلاد خليفة المسلمين. استغفر الله العلي، والله خربت الدنيا. هذا خليفة مسلمين وهذا أمير مؤمنين، والبلاد رايحة في خرائطها عليهم. وبعدين كيف يحكمكم عربي وانتم أمازيغ؟ بعدين هو أمازيغ، هو عربي شكله روماني، بس عاد ما أدري، لكنه ممكن يكون روماني أو أمازيغ يتعرب. بس أمير مؤمنين ما تصلح. والمغرب يحكمها هم أمازيغ، يحكمهم أمازيغ، يعرف تراثهم وثقافتهم، والبلد لابد يكون حاكمها منها، خاصة الحكام اللي يطولون ملكية لابد يكون منهم. بس ما تقدر تجيب ملك ويحكم بلادك، زي النجاشي حكم مصر ما طول. الحاكم من البلد نفسها، جذوره، أمه وأبوه من هالبلد. هنا يكون الحاكم أكثر حبا وانتماء لوطنه وأهله وشعبه، ويحس في أنفاسهم ويحس بناسهم. ما يكون تحكمهم واحد ما هو من عندهم يقعد يخدرهم في هالحشيش والخراب علشان ينسونه. لا، أنت الحاكم منهم وفيهم.
الحاكم منهم وفيهم يكون. والله نرجو أنه الصحراء الغربية تعود إلى أهلها الصحراويين، الشعب الصحراوي. شلون قالوا هم وين أنت؟ شلون المغرب تجينا؟ قالها الملك الحسن الثاني الله يرحمه، قال هذه بلادي. هو مثل صدام حسين يوم يحتل الكويت، قال هذه بلادي، هذه تبعي. لولا العالم ما وقف وحنا وقفنا مع الكويت وطردنا صدام حسين، ولا كان كلا الكويت مثل ما أكلت المغرب الصحراء الغربية من شعبها، لها شعب. لكن سبحان الله على أنهم بدو ولا عندهم جار. والله ما قصرت الجزائر، الجزائر وقفت مع أهالي الصحراء، لكن ما المغرب نفوذها أقوى في فرنسا، وأمريكا أيدت احتلال المغرب للصحراء الغربية. لكن الجزائر واقفة إلى الآن مع أهالي الصحراء، يبغون بلادهم، أمة عايشة، شعب عايش، شعب يبي بلاده. والمغرب دخل عليهم وحط له عقم رملي كم طوله 2000 كيلو. خسر المغرب كثير من ناحية تأمين الحماية الأمنية للمكان. يا مغرب روح خلي أهل البلاد يعيشون. يذكرونا في السعودية، حنا السعودية بدو وخيمة وجمال زي واقع الصحراء في البلاد هناك. أهل الصحراء يذكرونا في السعودية، حنا الله فتحها لنا لك الحمد والشكر، ووصلنا إلى مرحلة طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هالعز لنا ولقيادتنا الحكيمة. لكن أهل الصحراء ما خلوهم يحكمون، ما حكموا. جاء المغرب وخذ بلادهم وخرب ثقافتهم. الله سبحانه وتعالى دخلت فيها المغرب، ربك سبحانه وتعالى تركهم. خلاص لابد ان اهل البلاد هم اللي ينعشونها، اهل الصحراء هم اللي يعرفون قيمة صحراهم، هم اللي يفاوضون من اجلها، عاشوا فيها آلاف السنين. ويوم جو الحين بيكونون دولتهم وامتهم ويبدون ينطلقون، جاء المغرب وخذها. موريتانيا رجعتها لهم، يعني موريتانيا في أهل حق، وفي الأخير قالوا خلاص هذه لكم، ما لهم حق فيها. البلد لها شعب، ما غيرها. صحيح كل الشمال الأفريقي أمازيغ، لا يعني أن أهل الصحراء أمازيغ. تجي أنت المغرب تقول لا تبعنا، تبعك هذه صحراء.